بعد المسار الناجح اللي قدموه أسود الأطلس، قدر من خلاله رفقاء حكيم وزياش تصدر المجموعة السادسة اللي كانت كتضم إلى جانب المغرب كل من كرواتيا بلجيكا وكندا. والمغرب واخد صدارة المجموعة الملقبة بمجموعة الموت اللي كانت برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد وكندا بهدف لهدف، بينما تعادل سلبيا مع كرواتيا في أولى اللقاءات. بينما تأهل منتخب إسبانيا إلى دور 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي ضمت كل من اليابان، ألمانيا وكوستاريكا، حيث بدأ الماتادور الإسباني في كأس العالم بالفوز على كوستاريكا بسباعية والتعادل مع ألمانيا بهدف لهدف، والسقوط في الجولة التالية أمام اليابان، وهكا استطاع أنه يجمع 4 نقاط فقط. إذا المباراة التالية للمغرب ضد إسبانيا غتقام في دور 16 من كأس العالم قطر 2022 يوم الثلاثاء المقبل 6 ديسمبر على ملعب المدينة التعليمية انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال بالتوقيت المغربي. أما تاريخيا لم تكن هناك مواجهات كثيرة جمعت بين إسبانيا والمغرب، إذ يعتبر اللقاء القادم هو الرابع بين الفريقين، بينما التقى المنتخبين في 3 جولات سابقة. ونجح الماتادور الإسباني في الفوز على أسود الأطلس في مواجهتين وحسمت نتيجة التعادل مرة واحدة. المواجهة الأولى جمعت بين الفريقين عام 1961 في ذهاب ملحق تصفيات كأس العالم، حقق فيها الماتادور الإسباني الفوز بهدف دون رد. أما المواجهة الثانية جاءت في لقاء الإياب بملحق التصفيات اللي خسر فيها أسود الأطلس ب3 أهداف مقابل هدف. أما المواجهة الثالثة كانت في مونديال روسيا 2018 بدور المجموعات اللي تعادلوا فيها الفريقين بهدفين لمثلهما. كما شفنا أنه الأفضلية لإسبانيا، هادشي علاش غنقول أنه جا الوقت باش المنتخب المغربي يبين للعالم أنه قادر يمشي بعيد في كأس العالم. علاش حنا الدول العربية أو الإفريقية ما كنفكروش نديو كأس العالم؟ علاش الهدف ديالنا كيكون فقط ندوزو للدور الثاني ولا نشاركوا فقط في كأس العالم؟ بهذا التفكير ما عمرنا نمشيو بعيد وديما غيشوفونا صغار. شفتوا معلق على مباراة تونس وفرنسا لما فازت تونس عليها؟ قال المعلق الفرنسي الاحتياط ديال فرنسا سيء جدا. شكون اللي ربحوا؟ تونس. أكد تونس، يعني ماشي شي منتخب كبير في نظره. للأسف هكا كيشوفونا، حيت ببساطة ما عندناش عقلية البطل، ما عندناش عقلية نفكروا وناخذوا كاس، فقط نشاركوا ونجيو ندبزوا بيناتنا. لا حنا تأهلنا 6 مرات، لا نتوما ما تأهلتوش، لا حنا شاركنا في كاس العالم. بركة من هذه العقلية ونفكروا بعقلية الفوز ولا غير الفوز. بركة ما نفتخروا بشي حاجة هي ما عندهم لا شيء. المغرب عنده فرصة ذهبية لما لا ياخذ كاس العالم. شفنا تقريبا كل الفرق باين عليهم الضعف. البرازيل اللي كانت كتحمل مواصفات البطل انهزمت قدام الكاميرون، يعني ما كانش مستحيل في كرة القدم. هذه هي فرصة للأسود، خاصة أنهم مدعمين بجمهور أي فرقة تتمناه، ولاعبين في دولة عربية بحال إلا لاعبين في بلادهم الرباط ولا كازا ولا مراكش ولا أكادير. فرصة هذه باش يبينوا للعالم شكون حنا. وما ننساش نقول أننا كنكتبوا التاريخ. عندنا تبارك الله فريق قوي وفيه لاعبين اللي ما كاينينش عند أغلب الفرق. نبدلوا العقلية يا اللعيبة، وبالنسبة للجمهور ما نسبقوش الفرحة بليلة، نكونوا مع المنتخب. ورسالة للجمهور اللي غيدخل التيران، الجمهور المغربي كيدخل باش يلعب رقم 12 ماشي باش يتفرج. بغيتي تفرج في التلفازة، بغيتي تلعب سير للملعب وغوط واعطي إضافة للمنتخب. نتمنى التوفيق للممثل الوحيد للمنتخبات العربية ومزيد من النجاح إن شاء الله.